كذلك لا بد أن نحسن معاملتهم، لا بد أن نحسن كيف نعامل أبنائنا في الرفق واللين. وها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، كان يعامل أهله برفق ولين. فذات يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وكان الحسن غلام صغير، فركب على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود. وبعد أن انتهت الصلاة فقال الصحابة: لماذا أطلت السجود يا رسول الله؟ هل هناك أمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد ارتحلني، فوددت ألا أعجله حتى أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. تركه حتى ينتهي من اللعب. انظر كيف رحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقتدى به الصحابة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يداعب أهله ويمازح أولاده، وكان ينزل إليهم أو إلى أولاده أصغر من سنهم. وحينما دخل عليه رجل يتولى ولاية من ولايات سيدنا عمر، فقال له: أعمر الذي تخشاه الأقاصرة وترجوه الرعية يفعل هكذا بأهل بيته؟ فقال له عمر: ألم تفعل مثل ما أفعل مع أهل بيتك؟ قال الرجل لا. قال: اذهب فأنت منزوع من ولايتنا. فمن لا يصلح لولاية الرعية لا يصلح لولاية أهله. لابد أن يكون لديه سياسة كيف يتعامل مع أهل بيته. ولكن إذا نظرنا إلى أنفسنا سنجد أننا ما شاء الله في التعامل في الخارج في عملنا ومع الموظفين، ولكن في بيتنا الله أعلم ورسوله. فلا بد أن نحسن معاملة أبنائنا، لا بد أن نعلمهم باللين والرفق، لا بد أن نعلمهم قيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نعيش في زمن الكل يشتكي من هذا الزمن، من انحلال القيم ومن المناظر التي نراها في الشوارع من أبناء المسلمين، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. فالقيم قد انحطت لأننا بعدنا على دين الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون لنا وقفة مع أبنائنا. هذه أمانة، ومن زرع حصد. ازرع الآن فيه الخير حتى تحصد منه الخير. فابن آدم حينما يموت انقطع عمله إلا من ثلاث، من أهم هذه الثلاث: ولد صالح يدعو له. فاجعله ولد صالح حتى يدعو لك في مماتك، وتنال منه الخيرات بعد الممات.